مكرونه بالبشاميل النهارده، يا رب تعجبكم. انتوا زي كده. اول ما بصلي العصر ما اذن واصلي اقوم اخش على المطبخ بقى، اعمل بقى الاكل اللي ربنا يقوينا كلنا يا رب العالمين. فانا هعمله في طاجن. انا طبعا مشغله الفرن وعامله المكرونه، سلقه المكرونه وعامله البشاميل واللحمه المفرومه وكل حاجه، يا دوبك هحطهم على بعض. طبعا انا الاول انا عامله البشاميل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو لبن عليه 5 معالق دقيق، عليه 5 معالق سمنه او زبده او زيت زي ما انتوا عايزين. هحط بس في الاول كده، واللبن يبقى ساقع، اللي هو مش عارف يعمل البشاميل وبيخاف اللبن يبقى ساقع. انا حطيت كده طبقه من تحت الاول، ماشي. نحط بقى ايه؟ هحط المكرونه، هحط نص المكرونه. طبعا انا حاطه مغرفتين او 3 بشاميل بيخلي له طعمه جميل. حط نص. ممكن نحط حبه كمان بس كده. اللحمه المفرومه اهي، عامله بصل على النار يا دوبك كده يطلع ريحته بفلفلايه حاميه، وبعد كده بحته سمنه صغيره، وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه وبشرت ايه طماطمايه عشان تديله طعم. ما زودتش يعني عشان تبقى خفيفه، ما تبقاش بصلصه كتير. احط بقى اللحمه المفرومه كده العصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الطواجن بصراحه انا امبارح كنت عامله، لو كنتوا شفتوا معايا الفيديو بتاع المحشي، جميل ما شاء الله. ولا تبهدلي البوتاجاز، وعلى طول في ثانيه اتعمل. احط بقى مغرفتين بشاميل كده بيديله طعم جميل. والبشاميل يا جماعه ما تحطش مرقه دجاج عشان تحس بطعم اللبن، كأنك حاطه لبن كتير. احط بقى ايه؟ بحط بقى المكرونه. المهم الفرن، لازم الفرن اول ما تبتدي عايزه تعملي مكرونه او اي حاجه في الفرن شغلي قبل ما تعملي اي حاجه. والمكرونه ما تبقاش مستويه قوي، نص سوا، عشان تبقى مفتوحه. المكرونه تبقى مفتوحه تخش فيها البشاميل اهو. بص على قده بالظبط. انا عملت يعني كيس اللي هو 400 وحطيت حبه كمان كده. نحط بقى ايه؟ بشاميل تاني. انا عاملاه لا خفيف ولا تقيل. تحط فلفل اسود وتحط كمون، كل حاجه ما عدا مرق الدجاج. جربوا كده وقولوا لي. واهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد واللي بيعلق لي بكلمه حلوه، واللي مهتم ان هو يشوف الفيديوهات دي، اهلا وسهلا بيه. بصراحه انا من غيركم ولا حاجه، انتوا بتفرقوا معايا كتير. التعليق او اللايك بيفرق معايا بصراحه. احنا بص البشاميل لازم يبقى ايه؟ غرقان كده يعني في كل مكان اهو. ده كله كيلو لبن عليه 5 معالق دقيق، 5 معالق دقيق و5 معالق سمنه وكيلو لبن ساقع. جربوا كده، ولا بيكلكع ولا حاجه. طبعا كل حاجه تبقى سخنه عشان المكرونه تتعمل على طول، وانا احطها على الشبكه في النص. ويا ريت يعني فضلا منكم، يعني يا ريت ان هو اللي بيشترك في القناه اول مره يا ريت ويكتب لي كلمه ان هو اشترك، عشان يعني احييه وارحب بيه في قناتي. يعني انا بحب بصراحه ان احنا كلنا نبقى نعرف بعضينا كده وانا بقول الحاجات اللي انا ايه
اللي انا يعني اتعلمتها وجربتها. ده بقى خلاص كده، خلاص زي ما انتوا شايفين اهو، سخن خالص. احطه بقى في الفرن على الشبكة اللي في النص. هتلاقوه اتعمل على طول. وده بقى الوش هتلاقيه لونه محمر ما شاء الله، هيبقى ولا. في المكرونه بعد ما طلعت لسه من الفرن، تهدى بس شويه وبعدين هنقطعها ونحطها في اطباق بالهنا والشفا. ومتهيألي كل الناس النهارده عامله، النهارده 5 يوم رمضان، متهيألي كل الناس عامله مكرونه. كل ما اسال حد يقول لي مكرونه بالبشاميل، بس انا عاملاها في الطاجن بقى، بيبقى ليها طعم تاني. جربوه وقولوا لي. يلا، السلام عليكم ورحمه الله، انتظروني في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. باي باي.